مفيش موسم بيعدي أو أي فترة انتقالات إذا كانت انتقالات صيفية أو انتقالات شتوية من غير ما يكون أي نادي محدد احتياجاته في كل المراكز، من أول حراسة المرمى لحد الخط الهجومي، وكل نادي بيشوف نواقصه الفنية ويحاول يعوضها في الانتقالات الصيفية أو الانتقالات الشتوية بلعيبة تكون بالإمكانيات المادية المتاحة ليه كنادي. وبعد ما المدير الفني بيحدد أولوياته الفنية وبيقدم التقرير باحتياجاته للإدارة، بتبدأ الإدارة والمسؤولين عن التعاقدات بسد النواقص، وبتحدد في كل مركز محتاج فيه تدعيم، بتحدد لاعب واتنين وتلاتة وأربعة، عشان لو الإدارة ما قدرتش تتعاقد مع اللاعب رقم واحد بتتفاوض مع اللاعب رقم اتنين وهكذا. وده اللي بيحصل بالظبط في أي نادي في العالم. ومستر كولر حدد احتياجاته الفنية والنواقص اللي موجودة في الفريق، وطلب من إدارة النادي الأهلي إنه يتعاقد مع لاعب في مركز الدفاع، وده هيكون لاعب محلي، واتنين لاعيبة يكونوا أجنحة ودول يكونوا لاعيبة أجانب، ويكون معاهم كمان جناح بس يكون لاعب محلي. وطبعا اهم مركز محتاج تدعيم هو مركز الهجوم، لان ده اكتر مركز النادي الاهلي شغال عليه، لان الفتره اللي فاتت كل تعاقدات النادي الاهلي مع اي لاعب في الخط الهجومي مفيش ولا صفقه فيهم نجحت غير صفقه اسامه ابو علي بس. ومن اكتر الحاجات اللي مش بحب اتكلم فيها ولا اناقشها هي ملف الصفقات، لان معروف انك ممكن تبني حلقه كامله او خبر في جريده او موقع عن تعاقد اي نادي مثلا مع لاعب معين والصفقه تفشل وما تتمش، لان الكل عارف إن الصفقات بتكون عملية بيع وشراء، وبسبب الاختلاف في بند أو اتنين في صيغة العقود ممكن تفشل صفقة كاملة. ومعظم إدارات الأندية ماشية مبدأ بص على العصفورة، وبتوجه النقاد والإعلاميين والصحافة والسوشيال ميديا لصفقات معينة ويكونوا هم شغالين على صفقات تانية خالص. لكن أنا في حلقة النهاردة هتكلم عن اللعيبة اللي على الساحة الإعلامية في الوقت الحالي اللي ممكن النادي الأهلي يتعاقد مع حد فيهم. وأول لاعب معانا هو اللاعب كليتشي إيهانتشو، صاحب ال 28 سنة وبيلعب في نادي اشبيليه الاسباني، واللاعب عقده هيخلص مع ناديه في نهايه موسم 2026، وقيمته التسويقيه حسب موقع ترانزفير ماركت 5 مليون يورو. ولعب مع نادي اشبيليه السنه اللي فاتت 11 ماتش وقدر انه يسجل 3 اهداف، ونادي اشبيليه عايز يخرجه اعاره بنيه البيع. وقبل ما اشبيليه الاسباني يتعاقد معاه كان اللاعب بيلعب في نادي ليستر سيتي، وقبلها كان نادي في مانشستر سيتي، ولعب مع نادي مانشستر سيتي في 3 مواسم من موسم 2015 لحد موسم 2017. وفي أندية من إنجلترا واليونان وتركيا والسعودية مهتمة بضم اللاعب. واللاعب التاني اللي النادي الأهلي عايز يضمه هو لاعب نادي شبيبة القبائل الجزائري واسمه كسيل أبو عليا، والنادي الأهلي دخل في مفاوضات مع ناديه علشان يعرف طلباته المالية. واللاعب كسيل أبو عليا مواليد 2001، ولعب مع الفريق 12 ماتش وسجل 3 أهداف وصنع 3 زيهم. واللاعب من أبرز اللعيبة اللي موجودة مع فريق شبيبة القبائل الجزائري، وللعلم هو كان قريب من الانضمام للنادي الأهلي الموسم اللي قبل اللي فات، لكن ممكن ناديه يرفض إنه يبيعه في الانتقالات الشتوية بسبب منافستهم على الدوري الجزائري، وكمان عشان اللاعب ياخد مساحة لعب أكتر ويتألق علشان يتم تسويقه بشكل أحسن. ولسه مكملين في بلد المليون شهيد، والمرة دي مع اللاعب عادل بولبينا، وده من أكتر اللعيبة اللي النادي الأهلي عايز يضمها بين صفوفه، لأنه لاعب جوكر في جميع المراكز الهجومية وهيحل للنادي الأهلي مشاكل كتيرة. واللاعب شارك مع فريقه في 12 ماتش وسجل 12 هدف وصنع هدفين. ونادي الزمالك داخل بيزاحم النادي الأهلي علشان يضم اللاعب، وتقدم بعرض ب 900 ألف يورو علشان يضمه، لكن إدارة ناديه طالبة 2.5 مليون يورو علشان الاستغناء عن خدمات اللاعب. واستنوا الحلقة الجاية وهنتكلم فيها عن باقي الصفقات اللي النادي الأهلي بيتفاوض معاهم في الوقت الحالي. بس يا ريت دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.